في ناس بتفرح لما تروح تشتري شقة من شركة تطوير عقاري أو من مالك عادي أو من كومباوند، وتعرف إن هي هتستلم الشقة متمحرة أو الشقة على المحارة، على أساس إن هي كده وفرت فلوس المحارة. بس الكلام ده غلط، والمحارة غالبا هيكون فيها مشاكل كبيرة جدا، وهنضطر إن احنا ننزلها من أول وجديد ونمحرها من أول وجديد، فالتكلفة هتكون أكبر بكتير من إن هم لو كانوا استلموا الشقة على الطوب الأحمر زي الشقة اللي احنا فيها دلوقتي. لو بصيتوا كده على كل الحوائط هتلاقوا فيها شروخ. بصوا كده على الحيطه دي من فوق، هتلاقي المحاره كلها شروخ. في شرخ هنا اهو فاصل بين الطوب والخرسانه علشان مفيش سلك شبك. لو بصينا هنا برضو في شرخ هنا اهو افقي، وفي شروخ تانية عشوائية اهي، والمحارة كلها مطبلة. الشروخ دي بسبب ان مفيش سلك شبك على الفاصل بين الخرسانة اللي هي الأعمدة والكمر وبين الطوب، وبسبب ان هما بيضيفوا جبس على المحارة. ده غير ان هما بيستخدموا أردأ أنواع الأسمنت علشان يوفروا، عشان يقدروا يسلموكوا الشقق متمحرة. هوريكم كده حتت كتير جدا في الشقة كلها شروخ. بص على اللي فوق الباب دي كلها مشرخه اهي، كلها فيها جبس ومشرخه. بص كده على الشرخ ده، شرخ كبير جدا بسبب ان مفيش سلك شبك. الشقه بالكامل وجميع الغرف في الشقه كلها فيها نفس شكل الشروخ، وده بسبب ان هما بيوفروا في المحاره. ده طبعا غير ان الحيطه كلها مطبات، الاعمده كلها مايله، الحيطان كلها مايله، مشاكل كبيره جدا. السقف كله برده فيه عالي وواطي وفيه مطبات كتير. كل المحاره اللي انتوا شايفينها دي في الحيطه وفي السقف هتنزل بالكامل وهتتمحر من اول وجديد. يعني العميل كان افضل له او احسن له ان هو يستلم الشقه على الطوب الاحمر، واحنا نمحرها صح علشان نأسس عليها شغل السباكه والكهرباء والسيراميك والدهانات. كل حاجه هنعملها في الشقه مرتبطه بالمحاره، فهنضطر للاسف ان احنا نكسرها كلها ونمحرها من اول وجديد.